مرحبا أصدقائي الأعزاء، اليوم أريكم كيف تحضرون خبز الزنجبيل. إنه سهل التحضير ولذيذ جدا. سأريكم الطريقة. لتحضير خبز الزنجبيل هذا سنحتاج إلى الزبدة، مسحوق الخبز، الحليب، الدقيق الأبيض، دقيق الجودار، البرتقال، البيض، العسل، الملح، السكر، وخلطة توابل خبز الزنجبيل. إذا أردتم معرفة كيف أعدها سأضع لكم الرابط هنا في الأعلى. في وعاء أبدأ بوضع عصير البرتقال الذي أضفت إليه القشر المبشور من برتقالاتي. أضفت قشر البرتقال، ثم أضفت دقيق الملح، وبعد ذلك الدقيق الأبيض الذي خلطت معه مسحوق الخبز، ثم أضفت التوابل، توابل خبز الزنجبيل، وبعدها رشة ملح. أضيف البيضة، ثم يأتي دور الحليب، ولا ننسى السكر. وسأقوم بخلط كل ذلك باستخدام الخفاقة. سنحصل على عجينة سميكة قليلا جدا، وهذا أمر طبيعي تماما ولا يدعو للقلق. سأضيف العسل اللذيذ الخاص بي لتحسين الطعم. ها قد تم ذلك. سأقوم بعد ذلك بخلط كل ذلك جيدا حتى أحصل على عجينة متماسكة. العجينة الطازجة والناعمة الجاهزة جميلة مثل هذه. والآن بعدما تم الخلط جيدا سأنهي بإضافة الزبدة التي أذبتها، ولكنها ليست ساخنة، لأن إذا كانت ساخنة ستلغي مفعول مسحوق الخبز. إذن أخلط كل شيء جيدا وبمجرد أن يتم خلط كل شيء جيدا بشكل كامل وأن أحصل على عجينة متجانسة وناعمة، تصبح العجينة جاهزة تماما للتشكيل، وبعد ذلك يمكن البدء في عملية التشكيل. الآن لم يتبق لي سوى أن أملأ القالب الخاص بي بعد أن دهنته جيدا بالزبدة ورششته بالدقيق جيدا لأتأكد من إن الكعكة تنفصل بسهل بعد الخبز. ويمكنني وضع ذلك في فرن على درجة حرارة 190 تقريبا لمدة 50 دقيقة. نقوم بالتحقق من النضج بغرز عود كما نفعل مع الكيك لنرى إذا كان قد نضج. نلتقي بعد قليل. نهاية التوابل بعد شيء الوصفة: 125 غراما من دقيق الجودار، 125 غراما من الدقيق الأبيض، 15 غراما من توابل خبز الزنجبيل، 8 غرامات من مسحوق الخبز رشة ملح، 100 غرام من عصير البرتقال مع قشر البرتقال الذي استخدمته، 250 غراما من العسل، 100 غرام من الحليب بيضة واحدة، 200 غرام من السكر، و50 غراما من الزبدة المذابة. وهكذا انتهى الأمر. بعد حوالي 50 دقيقة سأحاول قلبها. أتمنى أن أكون قد دهنت القالب جيدا. أن يكون لديك؟ نعم. رائع. حسن، سأنتظر الآن حتى يبرد. وها هي اللحظة التي انتظرناها جميعا. سأقطع شريحة منه. رأيته جيدا. وهذا هو الداخل. إنه رائع. وبصراحة أنت تفتقد الرائحة هناك للأسف. كما رأيتم الأمر ليس معقدا على الإطلاق. أترككم لتجربوا ذلك بأنفسكم، فهو سهل وسريع التحضير ولذيذ جدا، وأتمنى لكم شهية طيبة. أما أنا فسأذهب لأستمتع به. لا تنس إعطاء إعجاب صغير
والاشتراك ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بي، وشكرا لترك. تعليق.